وفي النهاية إذا كنا لم نستطع أن نكرم جميع الأمهات رسميا، فلكم كل الكرم والكرامة من قلوبنا، قلوب شباب فرع القاهرة. ولا أنسى أن أتوجه بالذكر للجندي المجهول الذي تحمل كثير من أجل أن يصل الشباب لهذا العمل، ألا وهو الأستاذ مصطفى حافظ مدير نادي الشباب بزيرهم. بصراحة يا فندم وقف معانا كتير واستحملنا كتير في سهرنا وفي اجتماعاتنا. والآن وفي نهاية الحفل تقريبا لا ينقصنا إلا أهم شيء حتى يكتمل الحفل، وحتى يكون التكريم تكريما، وحتى ينال الشباب ما كانوا يتطلعون به، ألا وهو كلمة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة رئيس مجلس الإدارة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا، كل عام وانتم بخير. اولا المعنى الذي يحمله هذا الحفل المتواضع معنى عظيم وجليل. يكون شباب البلاد وهو شباب متعطش جدا لأن ينشط وأن يعمل، وأعتقد أنه حان الوقت أن نعطيه هذه الفرصة. الحقيقة هذا الشباب وأصدقائي الهلال الأحمر وقطاع الشباب في الهلال فرع القاهرة حاولوا جاهدين أن يكون لهم إنجاز في نشاط هذا الفرع وهذه الجمعية، وإحساسي أن هذا الحفل يثبت أنهم على قدر المسؤولية وعلى قدر الذمة، وإحنا بنعد إن إحنا نعطيه كافة الإمكانيات لكي يحقق. موضوع الحفل لا أعتقد أنه أحد منا جميعا لا يحمل هذا المعنى في قلبه، وكل منا له أم إما أنها على قيد الحياة أو انتقلت إلى الرحمة، وكل منا يحمل أجمل الذكريات لأمه ولأبيه بالقبر. وأنا دائما أقول أنه حان الوقت أن نعطي الآباء والرجال بعض الحق. الأم معنى عظيم جدا تواكب مع كافة الديانات السماوية. انظروا إلى أي رسول من رسل الله الكريم صلى الله عليه وسلم، تجدوا أن الأم قد لعبت دورا هاما جدا في الرسالات السماوية كلها، ثم هي تلعب دورا رئيسيا في حياة كل منا. لا يوجد شخص فينا تلعب أمه دورا رئيسيا في حياته وفي توجهه وفي تشجيعه وفي رعايته منذ مولده حتى عندما يبلغ سن 40 أو 50. إذن هذا المعنى الذي يكرمه شباب الهلال الأحمر اليوم نعتز به جميعا، ونشكرهم على هذه اللفتة، ونقول لهم لقد اخترتم بداية عظيمة لنشاطكم في فرع الهلال الأحمر. يبقى أن نقترص المعنى الأهم في هذا الحفل المتواضع. فكلنا جميعا رغم أن كل منا له أمه
كلنا جميعا نشترك في أم واحدة هي مصر. وأقول لكم بمنتهى الأمانة أن مصر في هذه اللحظات وفي هذه المراحل من تاريخها تحتاج إلى تكريم منا جميعا، أن نرعاها ونحافظ عليها ونعمل على رقيها ونهضتها بدون اكتمال هذا المعنى وهو الأم الكبرى مصر. يصبح الاهتمام بعيد الأم ضئيلا ويجرد من معناه الحقيقي، لأن كل أم في مصر تنتمي إلى أمها الكبرى وهي مصر. ولذلك أنا بنتهز هذه الفرصة لأدعوكم جميعا وأدعوكن جميعا أن نغرس في عقول وفي وجدان أبنائنا معنى الانتماء للأم الكبرى والحفاظ عليها والاجتهاد في سبيل أن تصبح وطنا عزيزا بنا ومعنا. بدون هذا المعنى تصبح الأمور مجردة من أي معنى طاهر. ولذلك احنا بنشكر جميع القائمين على هذا الحفل، الشباب والشيوخ، وأنا أعلم أن أخي الأستاذ الدكتور علي صادق يعني كان معهم في